وكمان مع ضيوفنا النهارده معانا محمود داوود. محمود هيكلمنا اكتر عن بحثه عن نجيب ساويرس، بحث عمله صغير جدا عن موقف نجيب ساويرس قبل الثوره وبعد الثوره. تعالوا كده نروح بسرعه قبل ما نبدا مع ضيوفنا الافاضل، ونروح مع حضراتكم نشوف موقف المهندس نجيب ساويرس كان ازاي قبل الثوره، وازاي بكى بكاء مرير في اتصال هاتفي على رحيل مبارك، وازاي يتلفظ بسب الدين، وهذا يعني امر ينافي الاخلاق. اي انسان سواء كان مسلم، وانا كان كلمني مينا، مش عايز اقول بقيه اسمه، مينا قال لي يا عمرو انا متاكد ان اللي عمله نجيب ساويرس سواء من سب الدين او اهانه الصور المسيئه للاسلام ده يتنافى مع تعاليم السيد المسيح. واحنا بنقول له من هنا شكرا ليك كتير يا مينا، وشكرا لكل اصدقائنا على الفيسبوك اللي بيرفضوا من المسيحيين اللي بيرفضوا موقف نجيب ساويرس. نروح بسرعة كده نشوف نجيب ساويرس قبل وبعد الثورة. ساويرس يقبل يد شيخ الأزهر ويحمله مسؤولية الأقباط. المهندس نجيب ساويرس انحنى مقبلا يد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال لقائهم النهارده. ده كان خلال لقاء الإمام الأكبر بوفد قبطي برئاسة ساويرس وعدد من المفكرين الأقباط والسفير أشرف محسن مساعد وزير الخارجية. الطيب أكد أن الشريعة الإسلامية تحرم المساس بدور العبادة الخاصة لغير المسلمين، بل وتوجب حمايتهم ورعايتهم، وده فرض عين كمان على كل إنسان. أما ساويرس فقال أنه باسم الأقباط يفوض الإمام الأكبر وأعضاء مبادرة بيت العائلة في حل مشكلات الأقباط في مصر وتحميل الأزهر تلك المسؤولية. أنت واجهت حشد ضخم جدا على باب القناة المكتب كورنيش النيل من مؤيدي الرئيس مبارك. هل أنت ساعدت يعني كنت حزين أن احنا أخذناك منهم بدل من أن ترفع معهم شعارات لصالح بقاء الرئيس مبارك ورفض هؤلاء المتظاهرين في ميدان التحرير؟ لا لست حزينا يعني. نعم. اعذرني عشان انا لا زعت من المتظاهرين تحت والقيت بيها في متاهات كبيره. المتظاهرين اشتبكوا معك على الباب؟ لا ما اشتبكوش معي، انا بالعكس رفعوني وهتافات لصالحك يعني. سماح بحريه الذهاب والاياب للناس رايحين الميدان، ودي موفره. انا عندي نص الشركه عندي بيروح الميدان وبيرجعوا، يعني كان منهم جزء كبير جدا. يعني بتحريض منك ولا من انفسهم؟ انا لا املك راي كل واحد، يعني كل واحد حر فيه. انا ما ذهبتش للتحرير مثلا، لكن اقول لواحد ما تروحش، انا مالي يعني خد بالك احنا برضو اصل انتوا مش عايزين تصدقوا، يعني احنا برضو شعب عاطفي، وانا بقول وانا راجل عاطفي زيهم، يعني انا راجل يعني يحس فيا ان راجل انا اتعاملت معاه 30 سنه ان انا اقبل بمهانه او اي مساس بكرامته، انا شخصيا مش موافق. يعني هو يقال ان رجال الاعمال بيتحركوا بالارقام وليس بالعواطف، يعني معلش انا مش زيهم بقى. لا انا مش زيهم واقعيا. لا المطالبه برحيل الرئيس مرفوضه من قطاع كبير جدا من الشعب المصري، على قد ما هم طالبينها على قد ما في ناس كتيره جدا، وانا زي ما بقول لك انا واحد منهم، عاطفيا ادبيا مكانه عسكريا على اللي عمله للبلد، على انه مش كل عهده كانوا كله سيئات، وما يصح الشعب عريق زي ده في بذاءات يعني مش دي مش طبيعه شعبنا، وانا ولا اقبل هذا ولا اقبل مساس بكرامه الرئيس. يعني كنت دايما اي مره اطلع في برنامج زي كده اقول كلمه زي كده كنت بشوف ايه التداعيات جايه لي، فاول تداعيه صغيره اقول اهلا اهي وصلت. ايه بقى اول حاجه حصلت لك بعد البرنامج؟ يعني مش عايز اتكلم عليها بس عشان ايه مش عايز بتضايقني يعني. يعني حد بيكلمك في تليفون؟ يا ريت والله. يعني حد بياخد اجراء؟ بياخد. لا يعني انت مستعجب هنا ولا ايه؟ انت فاكر ان انا كنت يعني؟ لا انا عايز اسمع من ما كانش نجيب ساويرس في حد. بص تبقى عارف ما كانش. انا حسيت ان عينيك دمعت يا باشمهندس، واحنا دلوقتي في جو حريه. لا ايه اللي تعبك قوي كده؟ يعني زي الولد اللي طلع امبارح مثلا في اون تي في، استاذ في الجامعه الامريكيه، ويحكي لك على اللي حصل فيه في ال 44 يوم. يعني ما حصلش اي حاجه، انا اللي حصل لي انا ولا حاجه. يعني لما اجي اقيس لا اللي بقيس اللي حصل لي انا مثلا حصل معايا انا ولا حاجه. ويمكن عشان انا كنت
يعني ظاهر وبتاع، فبيبقى الواحد دايما هم يعني يقول لك احسن بعدين يعني فاهم، يبقى يقول او يعني لا يعني طبعا كان في مضايقه لاي واحد صاحب راي يعني. لا 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 كان قرف يا راجل. المناخ كان بص تعب. عايز اقول لك حاجه برضه، لا انا يا عم ربنا معيتها ايام يعني تاني، لا والله ده انا الفرحه بتاعتي مش هقول لك يعني. يعني انت الفرحه بتاعتك كبيره، كان يوم بالتغيير والثوره فعلا. يا لهوي ما عندكش فكره. بالتالي انا مش ناوي اجيب فيلم واروح مقطع فيه واعدل على المخرج والمؤلف والسيناريست والكلام ده. اما القول ان احنا بنعرض افلام اباحيه فهو غير صحيح، مش صحيح الكلام ده. انما الافلام فيلم واخد 9 جوائز اوسكار اللي اتعرض ده، والفيلم ما فيهوش مشاهد بالفعل من هذا القبيل. هو يعتبر ان يعني الفيلم جريء شويه او كده او بتاع. فاذا انت المسألة اولا بتعرض امتى؟ بتعرض الساعه 11 بالليل، يعني ممكن يتقال عليه مثلا من اقل من 21 سنه كبار فقط وكده. لكن انا بالنسبه لي ما شفتش ان الفيلم كان فيه مشاهد جايه يعني اللي عايز يتفرج على المشاهد دي قنوات مليانه بقى لا مؤاخذه يعني. لا يعني قصدي قنوات متخصصه في هذا. ما يجيش مره واحده احنا بنعرض عرضنا 500 فيلم يلاقي فيه مثلا حته يقول لك يعني زي اللي بيدور على عشايه وسط. لا مش صحيح. لا بنعرض افلام اباحيه ولا دي قيمي ولا ده انا اللي اعمل كده، فمش صحيح. لكن الفيلم انا اخش بقى كل مره ارجع اقعد اخش اللي يعجبني اقطع فيه وبتاع. زي ما انت سالتيني يعني لو جبت الاخوان على في البرنامج هتجيبه ولا؟ قلت لي طبعا اجيبه. يعني نفهم ده انه مفيش اي نية او عزم لمراعاة يمكن ذوق عام في المجتمع المصري بيستاء يمكن اذا كان في مشاهد اباحية زائدة عن اللزوم. ما بنعملش مشاهد انت بتعرض زي السينما بالظبط. انا بعرض زي السينما بالظبط، انا ما بقطعش من الفيلم نهائي. لا ما بقطعش يعني. فانت النهارده ان انت تقولي ان انا بقى كل ما يجي فيلم ممكن يوصل الموضوع بقى ان اي ست تطلع في الفيلم نقطعها بقى، مش شغلانه يعني. فهي المساله في ده يتفاوت كل واحد ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيقلله يعني، فاهمه ازاي؟ لكن انا مش انا الرقيب على الناس. اللي الرقيب ايه؟ انت بنفسك حاجه مش عاجباكي تغيري القناه. طيب يعني في اقل من دقيقه ماذا بعد؟ ما هي الخطوه القادمه بالنسبه للجنه الحكام؟ شوف رايي ولا لجنه حكماء ولا كده. انا عندي 3 احساسات يعني. الاحساس الاول ان النظام الحالي جاد في خطوات نحو ديمقراطيه حقيقيه. هو وضعه غير سهل لانه في ظروف امنيه مفككه، جهاز الشرطه تفكك. انا موقن ايضا ان هناك محاولات بالفعل خارجيه لزعزعه الموقف الداخلي هنا اهو. انا موقن ايضا ان هناك محاولات بالفعل خارجيه لزعزعه الموقف الداخلي هنا اهو. محاولات خارجيه بتستغل الموقف ده. انا عندي قناعه بهذا وعندي معلومات ايضا. بالتالي رايي الشخصي ان الحل الوحيد اللي هو الموجود على الارض دلوقتي ان القيادات الشباب دولت في التحرير ليس لهم قياده محدده حتى يستطيع الانسان ان يتفاوض معهم. ان الشباب دولت في التحرير ليس لهم قياده محدده حتى يستطيع الانسان ان يتفاوض معهم. المطالبه برحيل الرئيس مرفوضه من قطاع كبير جدا من الشعب المصري، مرفوضه من قطاع كبير جدا من الشعب المصري. على قد ما هم طالبينها على قد ما في ناس كتيره جدا، وانا زي ما اقول لك انا واحد منهم، عاطفيا ادبيا مكانه عسكريا على اللي عمله للبلد، على انه مش كل عهد وكانوا كله سيئات، وما ينفعش الشعب عريق زي ده في بذاءات يعني مش دي مش طبيعه شعبنا، وانا ولا اقبل هذا يعني. استاذ نجيب اتفضل. متاسف عشان ذوقي بس لابد من الحفاظ على يعني تاريخ وهيبه الرئيس اللي هو وتاريخ ومهامه يعني. بس الحقيقه طبعا الدموع غاليه يا باشمهندس نجيب. يعني الدموع اللي انت بتعملها دي غاليه، وكل مصري اصيل بالفعل بيعمل ده حزنا على مصر. بس معلش حضرتك تماسك. اتفضلي هنا. كلمه واحده بس. غير ان انتوا عايزين رئيس جمهوريه. لا مش عايزين دي خالص. مش عايزين دي خالص. الحمد لله. طب رئيس وزراء مش دي النقطه. مش في مساله رئيس الجمهوريه. انا عن نفسي لا اقبل ان يفرق بيني وبين مواطن مصري مسلم على اي مستوى في اي شيء. وتشعر ان هذه التفرقه موجوده؟ انا عن نفسي لا، لان اسباب انا شرس. لا انا شرس اساسا. لما يجي حد يطيبني بطلع دي اللي خلفه ما بيعرفش. لكن في ناس مستضعفه، في ناس مش كده، واخده بالك ازاي؟ أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني مع ضيوفنا. وبعد ما شفتوا وشاهدتوا موقف نجيب ساويرس
يعني الفاظه اللي صعب جدا تطلع في برنامج على عام، حتى ولو هو ده اللي في قلبه. يعني حتى لو ده اللي في قلبك ما ينفعش سب دين وبعد كده رسوم مسيئة للإسلام، ده أمر مخزي جدا. معانا النهاردة برحب بضيوفنا الأستاذ محمود داوود، صاحب شبكة كبيرة جدا إخبارية، شبكة المخلص هي طبعا معروفة. ومعانا الأستاذ الحبيب هيثم الأنصاري. هيثم الأنصاري أدمن لأكتر من صفحة على الفيس وناشط على الفيسبوك. برحب بيكم وبنرحب بأعزائي المشاهدين. هي الشبكة ليا ومعايا أصدقائي مشاركين، يعني مش أنا لوحدي. طيب أبدأ باليمين. ابدأ أحسن. طيب محمود، أنت كنت قلت لي إن بالنسبة لرد فعل الشباب على الفيس، وانا قرات لك كذا مقاله على الفيس ردا على نجيب ساويرس فيما فعله، فقلت له والله يا عمرو انا في كذا حاجه عايز اتكلم فيه، نقطتين ثلاثه لنجيب ساويرس لازم اقولهم. هو كان في محاور كثيره فضل. جدا. زي ما احنا شايفين شباب الثوره، اي حد بيتبع للنظام ده بيكون من ضمن فلول النظام وبيكون مرفوض. طب ليه الامر ده ما اتطبقش على المهندس نجيب ساويرس؟ لو جينا هنقرا اولا في جريده المصري اليوم. جريده المصري اليوم هي تابعه للمهندس نجيب ساويرس وله اسهم فيها بشكل كبير جدا. لو جينا نقرا الاول من سنه 2009 مقاله في يوم 19/1/2006. احنا هنقرا من 2009 ل 2011 هنقرا سنتين. صح. اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعه قرارا بتشكيل مجلس الاعمال المصري الايطالي ويضم عدد من رجال الاعمال ومن ضمنهم نجيب ساويرس. اذا كان له علاقه برشيد محمد رشيد اللي هو مشرفنا في مزرعه ترى. وبرضه في جريده المصري اليوم يوم 31/8/2006 كان بيقول انه يعني اطلاق اسم الرئيس على ميدان رمسيس ده شيء قليل جدا، لان الرئيس مش محتاج لهتيفه. وكمان يا ريت نذكر ان سنه 2006 في شهر يناير كانت عباره السلام، وكان رد المهندس نجيب ساويرس انه يطلق اسم لقب الرئيس مبارك على ميدان رمسيس. لا، ده شيء هين جدا. وكمان في المصري اليوم 21/2/2006 أصدر دكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة المجلس القومي للشباب، وتم تعيين 14 عضو ومن ضمنهم المهندس نجيب ساويرس. فده يدل على العلاقة الحميمة ما بين المهندس نجيب ساويرس وما بين النظام السابق، لدرجة أنه قال في 2009 في جريدة المصري اليوم، خبر منشور يوم 17/11/2009: وأسوأ شيء حدث هو تسفيه رموز الوطن مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور البرادعي وعمرو موسى، والرئيس مبارك ليس بحاجة إلى هتيفة. طب محمود اسمح لي، أنا عايز أقف هنا مثلا. ليه دور الإعلام، والإعلام متحرر دلوقتي بعيد خالص عن الفضائح دي؟ في مقولة جميلة جدا كنا بنسمعها زمان: اطعم الفم تستحي العين. يعني أنت شايف إن في مغازلة من نجيب ساويرس او من الاعلام لنجيب ساويرس، مغازله كده جميله ده شيء اكيد. حضرتك لو الرسوم المسيئه اللي اتعملت شفنا الاعلامي عمرو اديب، يعني زي ما نقول بالمصري بدل ما يكحلها خرم عينيها مش عماها، بيقول اصل البلد لسه ما بقتش علمانيه بالشكل ده. وانا بصراحه اوجه له رساله للاعلامي عمرو اديب: نشكركم على حسن تعاونكم معنا، انك اظهرت ان الدوله العلمانيه اول حاجه هتعملها اهانه الاسلام. طب انا شخصيا ارفض اي كلام على عمرو اديب، لان عمرو اديب هيكون الحلقه القادمه هيكون الكلام عشان ما احرقهاش. هيكون الكلام كله عن عمرو اديب. اخر جزئيه بالنسبه للنقطه الاولى، انه في جريده المصري اليوم 17/11/2009 يقول ان اقوى مجموعه اقتصاديه في تاريخ مصر هي المجموعه الحاليه. ده كان سنه 2009. يعني معلش نوضح للمشاهد، يعني نجيب ساويرس يمدح في النظام الاقتصادي. نعم، في وزاره الدكتور احمد نظيف، وكمان كان بيعيب عليهم حاجه واحده بس. في خبر برضه موجود في المصري اليوم عام 2007 ان الحكومه لا تسرع في تنفيذ برامج الخصخصه اللي هي ضيعت البلد. فليه شباب الثوره ايضا ما يعتبروش ان المهندس نجيب ساويرس من ضمن فلول النظام؟ وزي ما بيحصل هجوم على الحزب الوطني والى اخره، انا مش بدافع طبعا عن الحزب الوطني، انا بس بقول المساواه بالظلم. لا ولا فله ولا فلول ولا فله خالص. طيب فايضا هو من يعتبر من فلول الحزب الوطني كما قلنا في هذا التقرير. طب محمود اسمح لي اقف مع هيثم بس عن، انا مش عايز اعرف هيثم للناس، هو يعرف نفسه عن نشاطاته على الفيس وازاي يعني هو ادمن لاكتر من حد. بس اسمح لي قبل ما اكمل مع حضرتك او قبل ما تجاوب ناخد اتصال. اتفضل ايمن معانا. اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف انتم؟ الحمد لله. والله البرنامج بتاع حضراتكم ده جميل جدا يعني. ما تحرجناش بقى على الهوا كده. لا والله بجد يعني. ربنا يبارك في حضرتك. ويعني المشهد الاول اللي هو بتاع يعني عجبني فيه قوي، احنا قاعدين في البيت والرئيس بيختار لنا دي. طب ايه رايك ننزل نعمل مليونيه لاستعاده مبارك، الافراج عن مبارك؟ نعمل مليونيه للافراج عن مبارك؟ ايه رايك؟ ننزل نعمل مليونيه زي دي؟ ممكن نعمل مليونيه بس مش هنلاقي حد خالص يعني.
طب هنلاقي ايمن، الميدان فاضي بينش يعني، الله المستعان. طب ايمن اهلا بيك. انا احب اسمع تعليقك عن الفيديو او رد فعل الشارع ورد فعل الفيس والشباب على ما نشره المهندس نجيب ساويرس. والله هو رد الفعل بتاع، لان الحمد لله رب العالمين نحن في هذه الايام يعني نملك صحوة اسلامية، يعني نسأل الله عز وجل ان يتمها علينا. نعم امين. والا يمكن الدولة العلمانية من تولي الامور يعني. امين. ومسألة التعليق، ايوه اتفضل اسمعك. التعليق على ان هو كلامه، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه العلامه الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سياتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الامين. نعم. وينطق فيه الرويبضه. قالوا من الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم. وفي رواية قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. فيعني سبحان الله العظيم، دي أظهرت مدى انتماء الشباب ومدى انتماء المسلمين للإسلام. حتى لو الواحد لما يدخل على صفحة الفيسبوك كده يلاقي واحد يقول ايه، والله أنا مش سلفي ولا إخوان، بس لو كان السلف والإخوان هم اللي بيغيروا على دينهم يبقى أنا سلفي وإخوان. نعم. يعني سبحان الله العظيم ديت جميلة فعلا، جميلة فعلا. بشكرك أيمن، ودايما تكون معانا في مصر تيوب بإذن الله، ونتواصل مع بعض، ومنتظر طبعا مشاركات الشباب أكتر وأكتر في مصر تيوب. أرجع لحبيبي هيثم وتجاوب لي على سؤال، يعني إيه نشاطك وإيه شغلك على الفيس؟ والله هي الفكرة احنا ايه اللي خلانا الاول نعمل نشاط على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كشباب متدين يعني. هو في الواقع القناة الإسلامية نفسها ما فيهاش المحتوى المتنوع، يعني تعتبر زي ما كان الشيخ مازن السرساوي وغيره من المشايخ بيقولوا ان احنا عايزين انا نطلع. اعرف ان انت الادمن بتاع او المدير للموقع بتاع الشيخ مازن. بالظبط، انا الادمن ومدير الموقع او الصفحه الفيسبوك بتاعه الشيخ مازن السرساوي. فهو كان كتير من المشايخ بيقولوا ان احنا عايزين نطلع بره شويه، نطلع من المساجد، ننزل للواقع العملي، نتكلم مع الناس. فلانه كان ده صعب شويه في الاول من خلال القنوات الاسلاميه او غير الاسلاميه، فكنا محتاجين وسط تاني او بيئه تانيه نتكلم فيها مع الناس. فده اللي خلانا نستخدم حاجه زي الفيسبوك او حاجه زي اليوتيوب، ان انا اقدر اتكلم بيها مع الناس، اوصل افكاري واتكلم كواحد عادي، ما يبقاش في كلام مثلا يطلع لو غلطت عادي، لان انا واحد عادي بيعمل حاجه عاديه بشكل بسيط جدا وممكن ما تكونش منظمه او مخطط ليها او كده. تواصل العلماء على الفيس يعني اصبح مهم دلوقتي؟ طبعا يعني خلينا نقول زي ما حضرتك قلت قبل كده، اذا كانت شراره الثوره ابتدت من الفيسبوك، فلا شك ان الفيسبوك ده حاجه ليها تاثير قوي جدا جدا وحاجه مهمه. فكان لازم المشايخ زي ما غيرهم من الناس، يعني احنا النهارده بنشوف اعلانات مموله على الفيسبوك بتقول فرج فوده سلام عليك مثلا، اعلان ممول. فليه ما يكونش الناس المتدينين برضو ليهم رأي وليهم صوت وينزل يوصل للناس؟ دي جزئية مهمة جدا. خليني اقول لك احنا مش عايزين نوصل للشباب المتدينين بس، احنا مش عايزين نبقى بنكلم نفسنا بس، انا عايز اكلم كل المصريين. بالظبط كده. طيب اسمح لي اخد اتصال. اتفضل. مين معانا؟ انا اتفضل استاذ سعد. اتفضل. سعد عبد الكريم معاك. اهلا استاذ سعد، اتفضل حبيبي. حضرتك انا بفكر بس حاجه، اللي هي رئيس مخابرات السرير السابق كان بيقول احنا في حاجتين اعتمدنا عليهم في تغيير العقل المصري، رجال الاعمال ورجال الاعلام. نعم. وساويرس ده نموذج للاثنين دول، يملك اكثر من صحيفه واكثر من بيمول 4 احزاب، وطبعا يأيد التطبيع مع اسرائيل. وتلاحظ برضه ان قضايا التجسس مرتبطه بالاتصالات في مصر وفي لبنان. تمام. وحاجه ثانيه خطيره، هو كان صاحب جون جارانج في السودان، في الانفصال في السودان. ايوه. وحاليا في مصر بيعين نسبه كبيره من الاخوه النوبيين وبيميزهم برضه شغل برضه ارتباط بالماسونيه. طب حضرتك غيرت الشريحه يا استاذ سعد ولا لسه؟ يعني برضه نربط الاحداث ببعضها. هو اكتر واحد منهم كان ضد الثوره، هو دلوقتي هو مع الثوره. تيجي ازاي؟ وهو اشد الناس اللي استفادت من الحكومه والماليه وكان بيرفع على الرئيس. نعم. فده اكبر خطر من الثوره المضاده هو كده. طيب. فده رايي. طيب اشكر حضرتك استاذ سعد، عشان وقت الحلقه يعني راح في ثواني مع ضيوفنا، ما لحقناش. ان شاء الله ما لحقناش. انا المخرج اخبرني بالصاعقه
الكبيرة أن وقت البرنامج احنا لنا قد حلقة انتهى. تانية بقى كده. طبعا طبعا في حاجات كتيرة هتتقدم عن المهندس نجيب، لكن قدر الله ما شاء فعل. ما فيش شك ان احنا اكيد هيكون في تواصل اكتر مع شباب على الفيسبوك وغير الفيسبوك من شباب قناة الحكمة. بشكر استاذ محمود على المعلومات القيمة اللي طبعا ان شاء الله اكيد هنكملها في وقت تاني. بشكر استاذ هيثم على نشاطه على الفيس وان هو كفايه ان هو ادمن لغرفة عفوا لصفحة، صح؟ صفحة ولا صفحة. جروب؟ لا صفحة. صفحة الشيخ مازن السرساوي. طيب بشكر ضيوفنا الأفاضل وبشكر مشاهدينا الأعزاء. سعدت بكم طوال هذه الحلقة القصيرة جدا، وإن شاء الله نلتقي الحلقة القادمة وهتكون حلقة بإذن الله فيها مش مفاجآت لأن احنا قلنا بعضها، لكن إن شاء الله تكون حلقة جميلة. منتظر اتصالاتكم على تليفونات البرنامج، ومنتظر دايما منكم مشاركتكم على الأكاونت أو الحساب بتاعنا على الفيس مصر تيوب مع عمرو عادل. اعرضوا لنا كل آرائكم، اعرضوا لنا الفيديوهات اللي تحبوا تشوفوها، ولو حد عنده فكرة جديدة موهبة يحب يعرضها معانا في برنامجنا أو يحب إن احنا نعرضها له بشكل جميل يقدر يتواصل معانا، وإن شاء الله تكون ضيف في مصر تيوب في يوم من الأيام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.